اهلا وسهلا ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا بألف خير. بما انه في اجواء المونديال وقاعدين نستناو فيه مونديال جديد باش يجينا ان شاء الله في 2026، قلت نعمل حلقه مش نحكي فيها على اكبر المفاجآت في تاريخ كأس العالم. يعني مفاجآت، مانيش نحكي على المنتخب ولا حاجه، لا نحكي على نتائج غير متوقعه صارت في تاريخ كأس العالم. برشا منكم مش يخمم في البرازيل والمانيا، صحيح هذه توتو اوكي 2014 بالنسبه لي انا توتو الحقيقه. نتفكر وقتها انا وعمك يونس وجماعه، وقتها نتفكر نتفرجوا في مقهى فردوس انا والولاد. يا حسرة زمن جميل بالنسبه لي 2014 ماهوش بعيد برشا، لكن يبقى مفاجاه. انتصار المنتخب الالماني على المنتخب البرازيلي في البرازيل بالذات وامام الجماهير البرازيليه وفي ملعب الماراكانا، انتصار فضيحه كبيره للبرازيل 7-1. صحيح نتيجه مفاجاه، اوكي هو برازيل والمانيا يعني 50-50 اوكي، لكن 7-1 برشا الحقيقه تسمى مفاجاه. لكن انا مش نحكي على مفاجات اخرى. يا سيدي نبداو. المفاجاه الاولى اللي باش نحكي عليها اللي باش ترجع بينا المونديال 50. مازلت مانيش باش نحكي على الأوروغواي والبرازيل، لكن باش نحكي على منتخب انجلترا ضد منتخب الولايات المتحده، اللي هي انتصار امريكا 1-0 امام الانجليز. كيفاش مفاجاه؟ سؤال جميل. الكثير اعتبرها من اكبر الصدمات في تاريخ المونديال. انجلترا دخلت كمخترعه الكره والمرشح الابرز، وامريكا كانت تقريبا فريق شبه هاوي، بعض لاعبيه يشتغلون وظائف عاديه خارج الكره. والنتيجه 1-0 لمنتخب امريكا، وهذه كانت في الوقت هذاك وحتى التو مفاجاه في تاريخ المونديال. ما زلنا في نفس المونديال 1950 اللي نظمته البرازيل بالطبيعة، اللي هو نهائي، لأنه وقتها النسخة الوحيدة اللي كان فيها ما فماش نصف نهائي ونهائي، لكن كانت بطولة صغيرة فيها السويد، اسبانيا، البرازيل والأوروغواي. اللي قال الأخير بين البرازيل والأوروغواي كان عبارة نهائي، لأنه البرازيل تحتاج فقط تعادل تكون هي البطل، بينما الأوروغواي لازمتها تربح. العالم كامل كان يستنى تتويج المنتخب البرازيلي. بالمناسبة عندي فيديو تلقاه في الديسكريبشن حكيت فيها على الهدف الثاني اللي سجله منتخب الأوروغواي، اللي كان تسبب فيه الحارس باربوزا الحارس البرازيلي، الهدف اللي دمر له حياته حرفيا. وقتها العالم كامل كان يستنى في انتصار البرازيل بيدها الاحتفالات بدات من قبل اللقاء، يعني عباد محتفلة 200 ألف متفرج، الناس كل تستنى في البرازيل. والنتيجة 2-1 لمنتخب الأوروغواي اللي هز كأس العالم في الوقت هذاك، واللي هي تعتبر من المفاجآت الكبرى في تاريخ المونديال. مفاجأة أخرى باش نحكيو عليها اللي هي اللقاء الافتتاحي لمونديال كوريا واليابان 2002. فرنسا بطلة العالم ضد منتخب مغمور، منتخب أول مرة يشارك، منتخب اللاعبين نتاعو ماهمش معروفين، رغم انه قبل المونديال هذاك عمل كوب دافريك مزيانه برشا وصل فيها للفينال. النتيجه اللي هو نحكي على منتخب السنغال بالطبيعه، النتيجه انتصار منتخب السنغال على منتخب فرنسا 1-0. المنتخب الفرنسي وقتها اصلا ما تاهلش وما سجل حتى هدف. منتخب السنغال كان مفاجاه، منتخب السنغال يبيدو في الوقت هذاك مفاجأة، والانتصار في اللقاء الافتتاحي كذلك مفاجأة. مفاجأة أخرى باش ترجع بين المونديال 54 النهائي ألمانيا الغربية والمجر. المجر كانت تنطلق بحظوظ وافرة جدا باش تهز المونديال وباش تربح اللقاء هذاك، لكن انتصار ألمانيا وقتها كان مفاجأة. نعم كان مفاجأة كبيرة. علاش؟ لأسباب عديدة، اللي هي فازت عليها في دور المجموعات 8 أهداف ل3، واصلا المجر كانت فايزه 2-0 على المنتخب الالماني اللي رجع وعاد وفاز 3-2 وفاز هو بكأس العالم. مفاجأة أخرى باش ترجع بين المونديال إيطاليا 1990 اللي هو اللقاء الافتتاحي الأرجنتين والكاميرون. الكاميرون منتخب المغمور اللي ماهوش معروف في الوقت هذاك أمام بطل العالم ودييغو مارادونا. الكاميرون ينجح في اقتلاع الفوز 1-0 أمام أبطال العالم الأرجنتين اللي كانت حاملة اللقب وقتها. والكاميرون أنهت اللقاء منقوصة، وبعدها وصلت حتى للربع النهائي وغيرت نظرة العالم للكرة الإفريقية. المونديال مليء برشا مفاجآت، برشا لقاءات كانت نتائجها
اصلا يعني انتصار المانيا على المنتخب السعوديه 8-0 في مونديال 2002 كان مفاجئ. اوكي المانيا تنطلق باوفر الحظوظ لكن مش لدرجه 8 اهداف. نفس الشيء مونديال 66 لما منتخب كوريا الشماليه انتصر على منتخب ايطاليا 1-0، ومنتخب كوريا الشماليه يقصيه اصلا مش حتى فقط ينتصر عليه. نفس الشيء زاد مفاجأة 2022 في المونديال الفايت انتصار منتخب السعودية على الأرجنتين، نفس الشيء مفاجأة. المهم ان شاء الله عجبكم الفيديو. انت زاد كانك تتفكر بمفاجأة اخرى انا ما حكيتش عليها خليها في كومنتير. الى اللقاء، نلتقي ان شاء الله في فيديو قادم. بسلامة. بيو.